مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل المش. تعالوا نشوف المقادير. ده جبنة قريش أنا عملتها من حوالي أسبوع، وامبارح بس طلعتها وحطيت عليها شوية ملح من فوق، رشيت عليها عشان تصفي المية بتاعتها كلها. حطيت على شبكة كده عشان تنزل كل المية اللي فيها. كمان هنشفها تاني بورق مطبخ. هحتاج مثلا انواع من الجبنه اللي عندي. لو عندي جبنه اسطنبولي او جبنه رومي، الجبنه الرومي لازم ابشرها. ودي جبنه بيضه عاديه، برضو هفرفتها الاول قبل ما احطها عليها، لكن الباقي ده قريش. هحتاج حوالي معلقتين كبار ملح بحري، معلقه كبيره شطه حمراء، مرتة. دول حوالي معلقتين كبار. انا سيحت حوالي نص كيلو زبدة وحطيت عليهم معلقة كبيرة ملح. المرتة اللي طلعت هستخدمها في المش. زبادي دول حوالي 3 كوبايات. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. اول حاجة هعملها هنشف الجبنة كويس الاول. تاني خطوة تنشيف الجبنة دي مهمة جدا، لان وجود المية في الجبنة هيبوظ الخميرة اللي انا هعملها للمش. بعد كده هحط الجبنة الرومي، طبعا الجبن اي كمية، بس طبعا مش كمية كبيرة قوي، والملح والشطة والمرتة والزبادي. في كمان حاجة نسيت اقول عليها، معلقة طحينة، معلقة كبيرة طحينة. وبعد كده اقلب كويس قوي الاول. هي دي الخميرة اللي هتبقى للمش. نفس البرطمان لازم يكون ناشف جدا. بعد ما اغسله نشفه كويس قوي. والجبنة البيضة برضو انشفها تاني الاول. اي جبن اضيفها لازم تبقى مبشورة او ناعمة. دي خميرة المش جاهزة، ممكن اشيلها لحد ما يبقى عندي جبنة جاهزة احطها، وفي نفس الوقت ممكن احط الجبنة دلوقتي. هي كده جاهزة. هحط عليها شوية زيت من فوق. بعد كده اغطيها، اقفلها كويس قوي، اسيبها في التلاجة. هي طبعا تقعد لحد سنة، مش هيجرى حاجة، لكن ما استخدمش الجبنة قبل شهر. وفي نفس الوقت مجرد ما الجبنة اللي فيها خلصت اضيف تاني على نفس الخمير، بس اخلي بالي ان الجبنة اللي اضيفها لازم تكون ناشفة، طالعة من التلاجة قبليها بيوم، مرشوش عليها شوية ملح عشان تصفي ميتها وتنشف. وفي نفس الوقت انشفها بالورق واحطها في نفس الخميرة دي. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.